النادي الاهلي وتمرينه وكده، عندي خبر مهم جالي دلوقتي ان توصل مسؤول النادي الاهلي لاتفاق مع مسؤولي مصر المقاصة. هنحاول برضو نتاكد من الخبر، يعني نحاول نتاكد من صحه الخبر. هنشوف الباشمهندس عادل القيعي، هنشوف كابتن سيد، اي حد ياكد لنا بس او صحه هذا الخبر. نتوصل مسؤول النادي الاهلي لاتفاق مع مسؤولي مصر المقاصة بشان ارتداء اوسو كونان مهاجم الفريق للتيشيرت الاحمر في الموسم القادم، مقابل انتقال أحمد عادل عبد المنعم وهشام محمد إلى المقصة بشكل نهائي، بالإضافة إلى عارض حسين السيد لاعب فريق الشباب لمدة موسم. موضوع أوسو كونان في شيء من الصح، يعني في تقارب كبير قوي في وجهات النظر. اقترب كتير جدا أوسو كونان يبقى في النادي الأهلي، لكن لسه في خلاف على لاعب معين، لاعب معين ما بين اعاره او احنا قلنا ان في حسين السيد اعاره، في لعيب من الاثنين يا احمد عادل يا هشام، في يعني ايه لا ده الاهلي عايز يخليه اعاره، المقصه عايز ياخده نهائي. هي الخلاف على واحد من الاثنين دول فقط لا غير، لكن هو الموضوع فيه شيء كبير جدا من الصح ان اوسو كونان يبقى موجود في النادي الاهلي، وان الخبر فيه يعني نسبه كبيره من الصحه بعد التاكد اللي احنا عرفناه دلوقتي.